يا ناس دارفور اللي قاعدين فوق، قوموا امشوا دارفور عشان ما نجي نطردكم. العبارة دي قاعدين نسمعها من الشخص ده كتير، لكن اصلا ما شغالين به ولا لحد ما براو جاني في الكومنتات. طيب انت اول حاجة كده خلينا من ناس دارفور، انت سوداني؟ الاجابة نعم. هل انت في السودان؟ الاجابة لا. هل في مرة من المرات شاركت في موضوع تنموي سوداني على حجم منطقتك، يعني في بس مناطق ساكت كده؟ الإجابة بالتأكيد لا. هل منذ اندلاع هذه الحرب في مرة من المرات تناولت القضية السودانية؟ تناولت قضية الجيش والدعم السريع ودعمت جيشك؟ الإجابة لا. طيب هل أنا بسألك سؤال، هل أنت أهلا على أنك تتكلم في القضايا السودانية؟ الفيديو ده لو وصلك من المفترض تجاوب عليه دي. هل أنت أهلا على أنك ناس دارفور ديل اللي كانوا بكاتلوا في الجيش لما عرفوا الخطر على الوطن ينضموا للجيش، وما عيب، ما عيب انك كونك تكاتل لما تعرف الخطر تجي راجع. قبل اليوم كان دكتور جونجرن نفس المنهج، وده موضوع داير افيد له فيديو براو ما بجيبه هنا.